طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعلان رصة TM 351. تمام، مادة الداتا، وطبعا 8 ساعات، والمادة مش هنقدر نذاكرها، والمادة صعبة، والمادة اللي فيها عدد السلايدات يتجاوز 1600 سلايد، ومش هنعرف نذاكر ومش هنعرف نحل، وباقي يومين على الاختبار، باقي يوم على الاختبار. أنا هأجل، أنا هعمل دروب، صح كده؟ طبعا ده اللي بيحصل. لكن لما تيجي تشترك معايا بقى في قناة الرصة واضيفك لقناة الرصة، كلام يختلف. ده اختبار الميد ترم اللي هم لسه مختبرينه من يومين كده، وامبارح قبل امبارح، تمام، فرع مصر، وده بيكون راح لكل الفروع. تمام كده، ده بيكون اختبروا كل الفروع. الاختياري، ملف الاختيارات هتلاقيه موجود في القناة. فاحنا نخش بسرعة في الدعاية كده. ايه اللي يخليك تيجي تشترك معايا في القناة دي؟ الاختياري موجود له عامل ملف من التجميعات، وجاي كله من التجميعات. خلاص، تمام تمام. نيجي، عايز اروح انا معاك للصفحة كام؟ دي صفحة 2، عايزين نروح لصفحة 3. ده كده السؤال التاني. السؤال التاني، الفقرة كانت ايه؟ بايثون كلها. الفقرة كانت بايثون كلها. تمام كده. هل في حاجة بتشرح بايثون في القناة؟ فيديوهات البايثون موجودة كلها، 4-5 فيديوهات. ابتدينا بالفيديو الأول، كان أطولهم شوية، وضحنا فيه كل حاجة، تمام، تخليك جاهز للاختبار. بعد كده اللي كان بيتكرر ما كناش بنشرحه تاني، بنشرح الزيادة بنشرح الزيادة بنشرح الزيادة، وهي رصة بتتكرر كل ترم. تمام. جزئية البايثون موجودة في فيديوهات الرصة. طب كويس، يبقى ايه؟ هذاكر البتاع على البايثون ده من الفيديو. طيب، كم سؤال؟ هما 5 أسئلة. طب زي الفل، يبقى ده هذاكره من فيديو الرص. طيب، السؤال اللي بعد البايثون كان ايه؟ السؤال اللي بعد البايثون النورماليزيشن. طب والنورماليزيشن ده في حد شرحه؟ بطريقة الجدول دي احنا شارحينه، ده الجديد موجود. بالطريقة اللي هي بتيجي التانية اللي ما بيكونش فيها جدول، لا ده بيكون عامل زي سكريبت، ولا عامل زي قصة مكتوبة وانت تقعد تكتب كأسطر. الطريقة القديمة اللي كان بتيجي زمان 2018 برضه احنا عاملينها. فالنورماليزيشن بالطريقة الجديدة اللي بتيجي من بعد 2022 21 موجودة. الطريقة القديمة بتاعت النورماليزيشن اللي كان بيجيبها 2018 برضه موجودة في القناة، مشروحة في الفيديوهات. يبقى دي تاني جزء في الرصة. تمام كده، والحمد لله الكلام ده اتكرر الترم اللي قبله واللي قبله واللي قبله. تمام. نادرا ما بيرخم شويه وتلاقيه راح حط سؤالين نظري ولا 3 نظري. وطبعا زي ما قلنا دي التجمعات، ال 1600 سلايد مش هتفتحهم في الماده دي. لو اشتركت معايا في الرصه مش هتفتح سلايدات، اخرك للنظري ملخصات، والعملي هتتفرج على الفيديوهات. تمام. والماتيريال هوريك حجم الماتيريال في القناه. فادي ثالث سؤال في الاختبار من فيديوهات الرصة. طيب كويس اوي. تعالى بقى، ادي النورماليزيشن خلصنا. طيب، نيجي بقى للنورماليزيشن. كان سؤال question 2 question 3 اهو، وده اللي هو اللي SQL بقى، صح كده ولا احنا بنتكلم على ايه هنا؟ تمام، SQL. تمام، السيكوال. وده بالكامل يعني حبة فيديوهات كده ليه من الآخر بأسلوب الرصة. تمام، وبتجرب على بيانات، يعني مثال حقيقي موجود لبيانات طبقنا عليه الأوامر دي، عشان أوريك وهي بتشتغل في البرامج، مش أوريك وهي بتتكتب على سطور، وهتشوف في الفيديوهات الكلام ده. يبقى احنا كده ده تالت سؤال في الرصة، وتاني سؤال في الرصة، وأول سؤال في الرصة، ده كله العملي. تمام كده. والحمد لله زمايلك كانوا مشتركين الترم اللي فات، هو الاشتراك معنا بالترم. الترم بيخلص بطلع الطالب من القناة، فالعدد كان أكبر الترم اللي فات ده عشان سمر العدد قليل دلوقتي. كان الترم اللي فات كان أكبر، والترم اللي قبله كان العدد أكبر. والحمد لله كل اللي شاف الفيديوهات زي الفل. تمام تمام كده. طيب، يبقى ده سؤال السيكوال كمان في الرصة. طيب، ايه اللي جالهم كمان من يومين؟ كان سؤال الفورمات، اللي هو سؤال انك تحول ال HTML لجيسون. تمام كده، الجيسون حوله ل XML قصدي، وال XML ده حوله لجيسون بس. وبرضه الفيديو تبعهم موجود. هتيجي هتضيفك انا في القناة. ادي ده احدث اختبار اهو، مبعوث امبارح. تمام. تيجي هنا انا بقول لك ايه، ادي رصة المترم اهي، ادي الفيديوهات اهي، رصة البايثون، واخد بالك؟
فيديوهات البايثون 5 فيديوهات بايثون، تمام كده، مش هتحتاج بعديهم اي حاجه عشان تبقى جاهز للبايثون تبع الماده. رصة السيكوال، وفي منها في الميد وفي منها في الفاينل، تمام، لان في الفاينل بيجي ادفانسد بقى، بيبقى فيه الادفانسد كويريز اللي هي بيبقى فيه بقى الجوين والشغل ده موجود برضو في الفاينل. رصة الفاينل معاك رصة التحويلات الفورمات، السؤال اللي جالهم اهو، من جيسون لاكس ام ال واكس ام ال لجيسون، تمام. شايف عدد المشاهدين، تمام كده 111، زي ما بقول لك زمايلك كانوا مشتركين معانا في الترم الاول والترم الثاني اللي فات. والسمر المره دي العدد قليل زي ما انت شايف 7 مشتركين بس. ايه، انا بقول لك الاشتراك بالترم، مجرد ما بيخلص الترم احنا بنطلعه، تمام. تعال نكمل. ادي اللي النورماليزيشن، وده النورماليزيشن اللي جالهم في اختبار السمر اللي احنا لسه شايفينه ده، اللي هو الجداول مشروح بالكامل. شايف مده الفيديوهات بالكامل، والمده الفيديوهات كده عشان كان زمايلك داخلين معانا المكالمه وكانوا بيسالوا وبنوضح لهم وبنشرح لهم، تمام كده. فانت هتشوفها، يعني بنوريك ازاي تخلص كل جدول بسرعه من اللي قبليه بانك تبص على عمودين بس، فتلاقي نفسك بص مش محتاج. الماده كام سلايد؟ 1600 سلايد، اكتر من 1600 سلايد. انت هتشوف ايه؟ هتشوف بس الفيديوهات دي من غير ما تفتح السلايدات. خلاص انت خلصت اختبار الميدترم، والفاينل نفس الكلام في رصه الفاينل ان شاء الله، تمام. تمام كده. فدي رصه النورماليزيشن، وطبعا جايب لك ايه تفاعلات صحابك وقت ما كنا ناشرين الفيديوهات دي، تمام، على القناه، تمام كده. وزي ما انت شايف تفاعلات اصحابك، التعليقات، المشاهدات، اللايكات، تمام. فانت هتنضم معانا، اسمه ايه ده، في القناة. هبقى سايب لك لينك التواصل معايا على الخاص، في لينك التواصل معايا على الخاص في اسمه ايه ده، في الوصف، سواء واتساب او تليجرام. ودي كانت رصه الاولد كويشن نورماليزيشن اللي هو الاسلوب القديم تبع 2018، لان احنا كنا من دفعه الطلاب للاسف راح جاب لها النظام القديم ده ومحدش كان جاهز له، تمام كده. واديك شايف عدد المشاهدين واصحابك استفادوا منه، لانه راح كررها وجابها في الفاينل برضه. فانت ممكن يجيبها لك في الميد، فلازم تشوفها للميد وللفاينل الفيديو ده، تمام كده. فرصة الفاينل موجودة، رصة الميد موجودة، الفيديوهات وبس هي اللي هتحضرها. حجم بقى الماتيريال في القناة، متخيل زميلك في أي فرع لو سأل عن أي ماتيريال، تمام كده، أنت الماتيريال دي هتكون معاك في القناة، تمام. بص عدد الصور 1094 صورة، 193 فيديو، 941 ملف، 4 ملفات، 413 لينك، 87 فويس مسج. طبعا كل ده مجمع من كل الدفعات السبع في جروبات خاصة بفروع زي فرع مصر وفروع الخليج، وحاجات متجمعة من جوجل ومن يوتيوب ومن درايفات. كان شغل تجميع وقتها، كل ده بنقعد يعني ايه نجمعه في الترم كده، عشان وقت اللي يحتاج لاي حاجه نخش مباشره نعمل سيرش هنا. فانت شوف انت معاك حجم الماتيريال قد ايه، تمام كده. الاشتراك لمده شهر، معاك القناه دي تقعد تذاكر الفيديوهات قبل الاختبار، الاسبوع اللي قبل الاختبار بس، خلاص انت ناجح في الماده اللي بيقولوا صعب تنجح فيها، تمام كده. ده كل حاجه لاعلان رصه ايام 351. لو مهتم تواصل معانا، هسيب لك ايه وسيله التواصل في الخاص، تمام كده. اديك شفت حجم الماتيريال، وادي المقال المهم، الملخصات زي ما بنقول لك، كل حاجه هتلاقيها. ما بنفتحش سلايدات الماده خالص خالص، تمام كده، خالص خالص، اصل السلايدات مفيش. يبقى انت ايه مجرد رصه الفيديوهات وشكرا، تمام. وادي زمايلك الحمد لله طالعين من الاختبار كل حاجه قالت لهم من الرصه اللي شافوها الفيديوهات اللي هم مشتركين معانا في السمر ده، تمام. وان شاء الله الترم اللي بعده والترم اللي بعده، لان هو ده العملي بتاع الماده ثابت، واحيانا لو اتغير سؤالين مقالي ترخيم كده، بتبقى رخامه سؤالين مقالي، وانت لو قريت الملخص ان شاء الله يجي لك من اللي انت قريته، تمام كده، اللي هو التجميعات بس. دي كده كل حاجه. اشوفكم ان شاء الله في اعلان الرصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.